انا ضد مبدأ ان الزمالك هيفوت للاسيوطي يوم الجمعة، بجد والله انا ضد المبدأ ده، لان انا مش مقتنع ان الزمالك هيفوت. ليه؟ لان الزمالك كده كده برضاه غصب عنه هيخسر الماتش. ليه؟ لان هو غير مؤهل اللي هو يلعب في دورة رمضانية وليست في الدوري المصري. واحد يقول لي ايه يا عم اسلام هي هبت منك، اقول لك لا والله، ده حتى في فرق في الدورات الرمضانية تستحق اللي هي تلعب مكان الزمالك في الدوري الممتاز. الزمالك بقى زيه زي الترسانة والاولمبي، مع احترامي ليهم، مسألة وقت وهيلعبوا تحت معاهم. خلاص، زمالك مين وفي مين اصلا عشان يلعب، وهم اصلا ولا اداره ولا لعيبه، حتى الجمهور عرف يسلك طريقه ويشجع البديل بتاعه، في حيث ان انت لما تنزل ولا تقع باي باي يا زمالك، تعالى يا اسيوط يا ابو 200 جنيه ووجبه. فواحد يجي يقول لي لا ده هيفوته، يا باشا والله العظيم من غير ما يفوته الزمالك خسران خسران. واحد يقول لي انت حلفت، اقول لك لا انا حلفت اللي هو الزمالك يعني لو كسب تبقى مفاجاه زي مفاجات كاس مصر كده، تمام. فهو كده كده الاسيوطي هينزل بالدكه، بدكه الدكه باربعه غايبين اساسيين، مش هتفرق معاه يكسب الزمالك. فمفيش واحد يطلع يقول لك لا ده هيفوته. يفوتوا يا رجاله، وحدوا الله، الزمالك محتاج المركز الرابع من المهري اللي احنا هنلعبوه. يعني احنا هنعمل مع الزمالك واجب، والزمالك مش هيعرف يعمل واجب مع نفسه ويكسب. يعني كده كده هيفضل الخامس او السادس او السابع حيثما كنت، زي ما قلت لكم شبه الاولمبي والترسانه، مساله وقت ويلعب معاهم تحت. صباحكم فل.